سالم الدوسري، انا اشوف انه سالم الدوسري افضل لاعب سعودي ما فيها كلام. افضل لاعب سعودي اليوم سالم الدوسري افضل لاعب سعودي، وانا احطه من فئه ايه. اللي موجودين عندنا فئه ايه بلس، لكن هذا من فئه ايه. يعني سالم صناعة الدوسري سعودية. ها؟ صناعة سعودية يعني. هي صناعة سعودية 100%. يعني للأمانة لاعب ممتاز ومميز وما يفرق كثير عن اللعيبة اللي فئة A بلس، ما يفرق كثير يعني شوية في فرق، لكن سالم نجم كبير حقيقة. سلمان الفرق للأمانة خلاص. يعني أنا أشوف إنه كفى ووفى وما قصر وأعطى الهلال وخدم الهلال. يعني لو يشوف له تجربة ثانية، طبعا هذا ما كلام يمكن يزعل بعض الناس، لكن أنا أقولها ما عندي مشكلة. سلمان نعم. الفرج لاعب حقيقة، يعني يمكن يكون في فريق ثاني أفضل، لأنه لا مكان له في الهلال. اليوم الهلال كنت متوقع أنه يفوز بالتأكيد، يعني على يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن القدرات الفنية فارقة كبير بين الهلال والرائد. والرائد أنا مستغرب للآن، وأعرف الأستاذ فهد المطوع رجل حقيقة محب وعاشق. إيش الظروف؟ ما حد يعرف. ماشي. ما حد يعرف ايه الظروف. لازم نسال، يا ريت نسال الاستاذ فهد المطوع ايش الظروف اللي منعته من انه يسجل لعيبه ويلعب الفريق، لانه خساره النقاط في البدايات ترى صعبه جدا. انت اليوم نعم. الرائد خسران كم نقطه؟ ايه؟ 9 نقاط. طيب. صعب جدا انك انت تعوض في ظل انه ارتفاع مستوى الانديه الثانيه، وبالتالي صعب جدا. انا اشوف الرائد رايح في منزلق خطير، يجب ان يكون هناك تحرك سريع لانقاذ الرائد. ماشي على السريع ابو